مع فانا إمام ويوسف التهامي. فاحنا هنتكلم النهارده على انت نصحته حد بحاجه وهو كان اقنعكم وخلاص ان هو مقتنع تمام الاقتناع بكل الكلام اللي قلته له، وقال لكم ان هو هيسمع الكلام ده لانه هو في مصلحته، وبعد كده كل على ضرسه ونفع نفسه ويا ريته نفع نفسه. بالظبط كده، ويا ريته نفع نفسه. ويا ريته نفع نفسه. في ناس فعلا بتحسسك اللي هو يعني هم دول ملوك التثبيت، اللي هو انا فاهم وانا مقتنع جدا، ويبتدي اللي هو يزود معاك كمان، يعني يضيف على الحاجات اللي انت بتقولها ويأكد لك 100% ان هو خلاص ده القرار الصح، وانا متأكد من القرار ده وانا اتكلمت مع كذا حد وخلاص وبتاع، انا هبوظ الدنيا ومش همشي الموضوع ده. بعديها بيومين تلاقيه عامل عكس اللي هو بيقوله تماما. يعني انت نفسك بتبقى يعني قعدت انصح فيك وقعدت اقول لك وانت حسستني، طب قول لي خلاص ان انت مش مقتنع، على الاقل ابقى فاهم انت ناوي تعمل ايه. بس هي في ناس عايشه كده ان هي ممكن تثبتك او ممكن تقول لك او ممكن يكونوا فعلا ساعتها وهم قاعدين معاك مقتنعين بده وما عندهمش مشكله فيه، بس برضو بيبقوا عاملين العكس. نصحتي حد قبل كده بحاجه وما مشيش ورا كلامك ولبس في لبس؟ بس هقول على حاجه برضو في الحته دي. كتير قوي بنبقى اللي هو مثلا فانا هتيجي تاخد رايي في موضوع، فانا بقول لها لا فانا ما تعمليش كده، فهي مشت اللي في دماغها. لو لا قدر الله كلامي طلع صح وخدت على دماغها جامد، بلاش بقى فكره التشفي او فكره ان انا ابقى مبسوط فيها. بقى فكره اللي هو شفتي عشان ابقى غصبا عننا احيانا بتطلع عشان خاطر، بس هو في اوقات كده بيبقى الانتصار لوجهه النظر مش في محله. ان انت تنتصر لوجهه نظرك في حاجه معينه، انت كده بتندمني ان انا اجي اخد رايك في حاجه شخصيه تاني، لمجرد ان انت هتقعد تقطمني ان انت كلامك طلع صح وان انت كان عندك وجهه نظر سليمه وانا اللي جيت ندمت عليها. وفي الاخر كل واحد فينا اللي ايده في الميه غير اللي ايده في النار، فاللي في الموضوع نفسه بيبقى سيد قراره. انت ممكن تكون شايف حاجات انا مش شايفها بالظبط، وعشان كده انا جيت على فكره خدت رايك عشان انت حد انا بثق في رايه جدا وبحب اسمع كلامه، ولكن مشيت ورا دماغي، سمعت منك كل حاجه والكلام ده كله، ولكن في الاخر لما كلامك يطلع انت صح وتيجي تقعد بقى تقطم فيا وتجيبني يمين وشمال لمجرد ان انت وجهه نظرك طلعت سليمه وانا اللي طلعت غلطان في الاخر، ده هيحسسني بعد كده ان انا ما اجيش اتكلم معاكي تاني لمجرد ان او انا اخبي عليك الحقيقه. خلاص بقى ما احكيش معاك في اي حاجه اصلا، ان انت بعد كده بيبقى يعني رد فعلك بيبقى قاسي في وقت انا اصلا دي اخر حاجه انا عايزه اسمعها. يعني برضو اوقات كتير احنا بننسى ان مش احنا اللي جوه الموضوع، احنا بره الموضوع تماما. اللي جوه الموضوع ده عمرنا ما هنحس هو عامل ازاي، فهو اخر حاجه عايز يسمعها مش انا قلت لك كده من الاول، شفت بقى ان انا كنت صح، شفت بقى ان انا اللي قلته. مش هو مفيش جايزه على فكره، يعني مفيش مسابقه ومفيش جايزه مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط ومين اللي كان بيتوقع اللي هيحصل وكل الكلام ده. لا، في حاجه حصلت، الشخص اللي قدامك ده المفروض ان هو صديق عزيز عليك، ايه اللي محتاجه؟ اللي محتاج طبطبه، معلش هنعدي المرحله دي، حصل خير بتاع. هو هتلاقيه اصلا من نفسك بيقول لك شفت بقى ان انت كان عندك حق، يا ريتني كنت سمعت كلامك. هو جه خد رايك في المرحله الاولى. يعني في المرحله الاولى يعني قال لك دلوقتي انا جاي لي شغلانه في مكان فلاني مثلا، اسيب ولا امشي؟ اسيب ولا امشي من الاثنين نفس معايا، يعني اسيب ولا اقعد؟ فانت قلت له مثلا حاجه معينه، قلت له لا انا شايف ان انت المكان اللي انت فيه احسن وما تروحش الناحيه الثانيه، وانا اعرف المدير اللي في الشركه الثانيه مش هتتبسطوا مع بعض وكميتكم مش هتركب مع بعض والحاجات دي كلها. خلاص، فهو قرر قال لك انت مقتنع يا محمد؟ قال لك انا مقتنع يا معلم. طيب روح هنا تاني يوم لقيته انت على فيسبوك بيقول لك انا دلوقتي بقيت ملتحق بالشركه الثانيه والحدوته دي كلها. تمام الموضوع ما مشيش زي ما هو عايز وطلع كلامك انت صح، هو المدير الناحيه الثانيه اتخانقوا والشركه دي القديمه كانت احسن والكلام ده كله، ورجع قال لك الموضوع ده. تمام، هو هنا جاي ياخد رايك في ستيج 2. يعني هو في المرحله الاولى هو خد رايك وانت حتى قلت له وجهه نظرك وطلعت وجهه نظرك هو شافها، هو نفسه شافها ان هي وجهه نظر سليمه. فلما جالك في المرحله الثانيه بقى من الحدوته بتاعته، ما نقعدش بقى نقطم انه احنا في المرحله الاولى حذرناه خلاص هو عارف دي، فهو جالك في المرحله الثانيه عشان تشوف له حل في المرحله الثانيه. فهنا المفروض
يسمع كلامك، يعني ان انت تنصحه فيسمع كلامك، لان انت في الاول كان كلامك صح من الاول. ممكن احيانا محمد ما يسمعش كلامك تاني برضه. ففي عندنا الصاحب ده اللي هو يقعد يسمع 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 وفي الاخر انا ايه، ما فيش، انا هعمل اللي في دماغي. مين بقى صاحبنا ده؟ ظن امام. مين صاحبنا ده؟ ظن صباح الخير امام. صباح الفل، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، كله تمام. عملتي اللي قلت لك عليه؟ ده موضوع حلقتنا النهارده يا جماعه. وعايزين نستفيد كلنا من بعض، واكيد في ناس كتير يعني نفس الحاله دي، وفي ناس بقى يعني بجد بجد في ناس بتفضل تبقى خدت قرار وندمت ان هي خدته ومش عايزه تسيب القرار ده او مش عايزه تبوظ الموضوع ده من كتر ما هم خايفين من مواجهه الناس. صح. اللي هو لا انا لو فشلت بقى انا في كميه ناس قاعده مستنيه انها تقعد تقطم فيا. صح. خليني اصلا بتعذب على اني اروح لعذاب الناس التاني يعني. فالموضوع ده بجد مضر. الموضوع ده مضر، والشخص اللي بيقعد يقطم ده بجد انت مش في الموضوع، والله ما في حاجه انت كسبتها. مش هنعمل لك تمثال عشان انت رايك كان صح. بس احنا النهارده مش بنفيش غلنا في اللي بيقطم على قد ما بنفيش غلنا في الشخص بقى اللي هو ياما نصحناه وياما قلنا له وبتاع، ويجي في الاخر يعمل اللي في دماغه برضه، يعمل اللي في دماغه وبيبكي على. ما عنديش مانع انه يعمل اللي في دماغه على فكره، ولو اللي في دماغه ده لمصلحته. وانا طلعت يا ريت الواحد يعني يكون طالع غلط بس في مصلحه، يبقى الحاجه الشخص ده والقرار اللي هو يعني قرر ان هو ياخده يبقى في مصلحته. يعني ما ننساش ان اهم حاجه مصلحه الشخص اللي هو بياخد راي، اللي هو هياخد الخطوه دي هيعمل الحاجه دي اللي هي حياته اصلا مش حياتك انت، ومش صح. هتاثر عليك باي طريقه من الطرق. وبعدين ما انت هتنصحني وفي الاخر هعمل اللي في دماغي وهاجي اما انا هعيط لك انت، انا هروح لمين تاني؟ تقوم انت هتقطمني. مين؟ انا هعمل اللي في دماغي وهرجع برضه اشتكي لك ان انا عملت اللي في دماغي. بالظبط. خلاص بقى. وما دام انت كل شويه بترجعي لي وكده، معنى كده انا لسه في موضع ثقه عندك فدي حاجه كويسه. فبقى مش لازم اخسر الحته دي بان انا اقعد بقى اجيبها يمين وشمال وتخسر المكانه وخلاص. يعني بلاش تخسر اللي حصل على فكره لما تغلط وفضلنا مثلا اقول لها 1 2 3 وهي ترجع تقول لي ده اللي حصل، هنسلط الضوء برضو على اللي حصل. مش عشان هي تفهم بس انا ليه كنت قايل لها لا، عشان ما تبقاش تاني مش بمتصل لوجهه نظري. لا عادي يعني بيبقى ما هو لازم الواحد يتعلم من غير ما بياخد قرارات غلط ليه، عشان عندنا قصص نحكيها ونتعلم. طيب تحبي نتكلم على مبادرات بسيطه ممكن برضو ان احنا نرجع نفكر بيها بعض تاني عشان خاطر ما بتبقاش موجوده وسطنا؟ بمعنى ايه؟ نفسي مثلا ان احنا يبقى في مبادرة ان احنا نضحك في وشوش بعض الصبح. دي حاجة عادية جدا وحاجة طبيعية جدا وموجودة في العالم كله، ولكن احيانا يعني الواحد بيبقى مبسوط قوي 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 لما يجي مثلا يركب مواصلة ويبقى داخل مكان وحد داخل في الوش وحد خارج وبتاع، والاتنين عينيهم تيجي في عين بعض فيحصل زي نص ابتسامة وهزة راس كده، اللي هو بس حاجة بسيطة جدا 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 بتفرق في يوم الواحد. لكن احيانا بتخش مكان بتلاقي الناس كله عابس وكله مش طايق مفيش حد مستني. يعني انت دايما في المترو يقول لك ايه، اللي جوه العربية بيطلع عشان يفضي مكان للي عايز يخش بقى. صح ولا ايه؟ لا احنا هنا احنا بنمشي كلامنا على بعض ونخبط وندي لبعض كتاف واحنا داخلين، عشان انت كل واحد فينا شايف ان من حقه ان انت المفروض تعديني. انت مش عارف انت مش عارف مين اللي واقف قدامك في المترو، يعني انت محتاج ان انت تدخلني. لا هو انت المفروض تستناه، ويبقى في كده زي كوردينيشن او زي في ايه يعني زي تنظيم كده منك لنفسك وبين بعض كده. فاهمين انتوا هتعملوا ايه. انا هقف دلوقتي يبقى انت تعدي، هو هيقف تعدي. في شكرا يا جماعه، دي مبادرة برضه مهمة جدا. في شكرا عادي جدا، شكرا، مع ان اللي هو كلمة بسيطة جدا، واللي هو كان المفروض ان هو يعمل كده. انا مش لا اتشكر له عادي. اللي هو كمان ايه، جينا احنا الاتنين وشنا في وش بعض في العربية، فواحد فينا لازم يتنازل عن شموخه فعلا، وفي حتة فاضية كده حضرتك واحد فينا هيرجع بظهره وهيقف فيها. يا انت وبتاع. لما بقى نيجي نعدي جنب بعض، الشخص اللي هو مكمل في طريقه ما رجعش والشخص اللي يعني يبص بقى للشخص اللي رجع له
يرفع له ايده يقول له شكرا، يديله زماره كده من اللي احنا بنحبها. اي حاجه يعني احنا عمالين نستخدم، يعني عايزين نعمل مبادره ان احنا نقلل زمامير، بس في دي ممكن ندي تك عارفه في شكرا كده ولا تيك وبنرد على بعض، تبقى لذيذه جدا جدا، حلو قوي. الشارع يمال حب كده، حاجات جميله بدل ما احنا بنستخدمها في حاجات تانية. فاهمه قصدي ايه؟ فاهمه جدا. في بعض المبادرات البديهيه اللي احيانا الواحد بتفرق معاه قوي 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 لما يلاقي اللي قدامه عملها. يعني طبعا في اوقات لو انت جيت ماشي في مول مثلا وحضرتك وزعت ابتسامه لواحده مثلا، ممكن هنا يحصل مشكله، ما اعرفش ليه بقى. هنا برضو احيانا هو بيبقى على حسب الشخص اللي قدامك بيتقبل الموضوع ازاي. ما هي دي بقى بتبقى المشكله. بس انت بتبقى خلاص، انت في اوقات كده تقول انا بحب ابتسم في وش الناس، واوقات بجد انا مش ببقى مستنيه الابتسامه دي، انا لما ابتسم في وش الناس ده بيعود عليا. صح، انا بتملي طاقه ايجابيه من نفسي، انا هامله نفسي، مش مستني حد هو اللي يرد او حاجه. حد هيبتسم في وشك وفي حد تاني مش هيبتسم، هيتخض، اللي هو ايه ده، هو بيبتسم في وشي ليه ده، ولا بيبتسم في وشي ليه، في ايه؟ بعد كده هيفكر مع نفسه ان هو طب ما ابتسم انا كمان. ممكن يندم بعديها، اللي هو انا ليه ما الشخص كان بيبتسم لي، ما ابتسم في وشه انا كمان. صح. فمبادره جميله، حركه يعني مش هتاخد منك اي حاجه، بس بجد العائد بتاعها كبير قوي قوي قوي. قول لنا كده ايه المبادرات التانية اللي بنفتقدها كده، في يعني وانت بتفتقدها في مكان مثلا شغلك، بتفتقدها في الشارع، بنفسك ان الناس ترجع تاني تعمل عاده معينه كنت بتسمع ان هي موجوده زمان، هي كلها حاجات عاديه جدا بس احيانا بنغفلها. وخلي بالكم هو ايا كان، لو احنا فانا بنتكلم بيقول يا ريتنا، هو في اوقات كتير فانا بتبقى داخله عبسه جدا ولا بتصبح ولا بتمسي، نفس الكلام اخوكوا برضو احيانا بيبقى الواحد ما بيبقاش واخد باله اكتر من التاني. انت واخد التوكيل يا بيه. واخد التوكيل ايه؟ قولي لهم بس واخد التوكيل ايه بسرعه. الوش مع اني ببتسم والله في وش الناس، بحب بحب من جواك غالبا بتبتسم، بس هي بتبقى طالعه وشك بيبقى طالع بجد نتيجه عكسيه. والله ما بيبقى قصدي، انا عارفه والله العظيم، انا عشان انا فاهمه. احنا ما الواحد ما بقاش مركز والله، بس عندي لا يعني حته ان احنا يبقى في حد في الشارع يعني بيبقى دايما ببسط قوي لما مثلا يبقى فيه راجل او ست، مش شرط ان هي تبقى ست وقع منها حاجه فانزل اورم عادي. لا عادي لو في ولد عادي. فكره ان احنا نساعد بعض في حاجات بسيطه يعني بتبقى جميله قوي. ولما تشوف الموقف ده انت بتتبسط اصلا، يعني مش انت حد مش حد بيساعدك، مش انت اللي بتساعد حد. لو انت ماشي في الشارع وشفت الموقف ده هتتبسط، هتبقى حاسس ان هو يعني لا يعني مره كنت في مصر انا فاكر والله، كنت امان كده. حصل حاجه ان في واحد عارفه كان بيعد الكوينات اللي في ايده، وكوين منهم وقع جري كده اتدحرج لحد ما خبط في رجل شخص تاني شاب يعني. وده كان قاعد وده يعني التاني واقف، اللي هو اللي بيعد ده كان واقف، والشخص التاني قاعد. والكوين خبط في رجله وراح باصص عليه وسابه وراح لامم رجله. ما انا بشوف يعني الحمد لله. كنت هقول الحاجه دلوقتي ما ينفعش تتقال. انا فاهم ان انت مش يعني فاهم، بس في ايه ده؟ انا حاجه شدت انتباهي الصراحه، ان ليه ما تيجي نساعد بعض وهو اقرب لك وهو خلاص، يعني فاهم قصدي؟ هو اقرب للكون اصلا، هو قاعد لو بس نزل كده ايده شويه يعني هي حاجه بص ممكن تبدو تافهه تمام، بس هي والله حتى انت بقى انت يا اخي يعني الكاريزما يعني بعد اذن الكاريزما محتاج ان انت فاهم. والله بقول لك هي حاجه ممكن تبان تافهه، بس انا بقول لك مش تافهه وتستحق ان احنا نتكلم فيها. مين اكتر حد في حياتك يا فانا بينصحك وبتحس ان كلامه طلع صح في الاخر؟ لا ناس كتير. وهل بتندمي ان انت رايحه يعني في ناس بتبيع وتشتري ولا بتبيع وتشتري؟ يعني ايه بتبيع يعني بتقعد تقطمك واللي هو شفتي في في بس انا بخش خلاص بقى بروح رياضيه، انه قول طلع كل اللي عندك عشان نخلص من المرحله دي، عشان خلاص بقى نتعامل طبيعي وننسى الموضوع خالص يعني. بس في طبعا لو انت بتعمل بحث عن الموضوع وتاخد اراء مختلفه، وفي الاخر هتعمل اللي انت عايز تعمله وخلاص. بس هو في اوقات كده تحب ان انت تسمع اراء مختلفه، تشوف ده بيقول ايه، دي بتقول ايه، هل في راي كلكم اجمعتوا عليه؟ يعني ممكن نجربه وممكن لا.
وفي اوقات كده البني ادم بيبقى عنده حته عند كده صغيره، اللي هو كلكم بتقولوا نفس الحاجه، طب لذيذ انا هعمل عكسها بالظبط. يلا الحمد لله. اكتر حد بخاف ان انا ارجع اقول له ان انت كنت صح والدي، يا ربنا يخليه لي. صباح الفل يعني. لا يعني هو يقول لك الحاجه ويحللها لك والكلام ده كله، طبعا انا بروح انفذ اللي في دماغي. لما ترجع هو مشكلته بقى، انا كده بقول انا هرجع مش هحكي له تبعيات القرار اللي انا خدته. خلاص بقى ما يعني ما هنشيل، احنا هنشيلها لوحدنا. عملت ايه في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه؟ بس انا اول والله ابتدي اندم ان انا فتحت الموضوع قال لنا كده، فاهم؟ فتمام فبس بقى مش بقى ده مش بيبيع ويشتري. في موقع كده كنت لسه اقول اسمه بيحطني عليه بقى هو عندي نفس الحاله لا ويعمل اوفر رخيص عادي ما عنديش مشكله، بيع ويشتري من اللي انت عايزه. والله العظيم ايه ده مش تقطيم بقى، فاهمه؟ ده تكسير عظام اللي هو حاضر اللي تشوفه. لا انا بابايا عندنا برضو كلمه كده ويقول لي عملتي ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه، اللي قلت لك ما تعمليهوش. اول حاجه بتبقى بص، يقول لي بص اول ما اقول له بص بيفهم هو رايح فين على طول. خلاص هو بص هفهمك انا هفهمك. بس يعني الحمد لله بيطلعوا صح في الاخر، ربنا يخليهم يا رب. والواحد ما بيتعلمش ببلاش، وانا لازم اقفلها بكده. الواحد ما بيتعلمش ببلاش، لازم اتعلم. عايزين نبادر اصلا عشان نسمع بعض، يعني نسمع بعض. كل واحد فينا بيسمع عشان يرد، مش بيسمع عشان يسمع عشان يفهم. عايزين نلغي جملة بدون قطع كلامك، لان هي هو انت حضرتك قطعت وهو هبطني وخلاص كنت ناوي اقول حاجه بس انا الموضوع فتس خلاص، اللي هو ايه خلاص يقول لك بس بدون قطع كلامك ويكمل. حضرتك بدون ايه ده حضرتك مش قطعته، حضرتك يعني قتلته. روح انسى بقى الجمله دي. فنسمع بعض للاخر مش لازم صح، مش لازم صح. فكره ان انت برضو تسمع عشان تفهم دي مهمه قوي، ما بقتش موجوده. ما بقتش لا انت دايما بتسمع عشان تهجم او ترد او تكسب، او هي خناقه. مفيش ان انا اسمع عشان افهم. دي يعني دي بقت قليله قوي، وبتلاقي ناس قليله قوي من صحابك عندهم الميزه دي، بتقفش فيهم بقى. انت اللي بتسمع عشان تفهم، صح، وهتفهم انا عايزه اقول ايه. صح. هي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي حاجات بديهيه وحاجات كلها طيبه، وعمرها ما هتنتقص من شخصك شيء، بالعكس دي تعلم من شأنك. أبيض. حتى لو حد ما تعرفوش والله والله هيعود عليك برضو في الاول وفي الاخر. انت نفسك في حاجه كده، في طاقه بتجيلك كده، سعاده، رضا، راحه بال، لما بس تبتسم في وش حد، تقول اسف حتى لو انت مش غلطان. اللي هو اتنين خبطوا في بعض، مش هنقف بقى نحقق مين خبط التاني الاول وجاي منين قول اسف، هيخلص الموضوع. كلها هو ده ارتقاء كده وسمو في والله هي موجوده على فكره، تاني وتالت وعاشر ومليون موجوده. والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها انا وفانا دي، في حاجات ممكن نغفلها عامه، يعني الواحد ممكن احيانا ما يبقاش اليوم بتاعك خالص، فاللي يفتح لك الباب انت ولا مركز اصلا الباب اتفتح ولا حاجه، انت قمت واخد في وشك وانت معدي، ولا بصيت ولا قلت شكرا. بتحصل لنا فاكيد. فعشان كده بس بنقول نحاول على قد ما نقدر نخلي الحاجات دي حاجات عاديه في يومنا، وبتفرق في مودنا وفي مود اللي حوالينا. وده عمره ما ينتقص منك شيء لما تكون بتبتسم في وش اللي قدامك، بتصبح عليه، بتسلم عليه، بتنزله دماغك، بتقول له شكرا، بتقول له انا اسف، تساعد حد في الشارع، بتاع كل الكلام ده. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.